السلام عليكم اصدقائي، لاباس عليكم؟ اذا خليونا اليوم نشوف واحد الفيديو ديال واحد الولد كيقول شي نويطات وشي كلام يقدر تتفقوا معاه، يقدر تختلف معاه، لكن كلامه كيبقى قابل للنقاش والتفكير. خليو لينا ارائكم في التعليقات وما تنساوش ديروا متابعه. انا مغربي وانت مغربي وبجوج بينا خاضعين لنفس القوانين اللي هما الدين والسياسه والاقتصاد، وهذا الثلاثي هو اللي كيتسمى بثالوث القمع، واولهم اللي هو الدين وثانيهم اللي هي السياسه في بلادنا عمرها غادي تقنعك، حيت هي في الاصل ما مصمماش باش تقنعك، مصممه باش تشدك من كتافك وتحطك في الصف. واللي خاصك تعرف هو ان الدين والسياسه خدامين لمصلحه الاقتصاد ماشي لمصلحه الانسان. كتولي تدافع على السجن ديالك بيديك، كتولي كتحارب اي واحد باغي يشعل الضوء في الظلام اللي انت مولفه، كتولي كتشوف الحريه خطر والنقد كفر والتفكير حتى هو تهديد. الدين ما كيصنعش واحد الانسان اللي هو صالح، لا، الاقتناع الداخلي، فكيولي الانسان صالح فقط لانه خايف يتعاقب ولا كيتسنى الجزاء، ماشي لانه فاهم علاش الخير خير والشر شر. لذلك غادي تلقى ناس متدينين وكيظلموا وما اكثرهم، وغادي تلقى ناس لا دينيين ولا ملحدين غادي تلقى قلبهم ابيض، وهذا دليل واحد على انه الصلاح ما كيجيش غير من الدين، الصلاح كيجي من الوعي زائد الفهم وزائد الاراده الحره.